زلزال قوي يضرب أندونيسيا وآخر يضرب مصر، وأمريكا على حافة زلزال مدمر بقوة 9 ريختر. مع الناس. قناة كل الناس. الزلازل تجتاح دول العالم مما ينذر بقدوم حادث جلل. أول خبر معانا من أندونيسيا، زلزال بقوة 7 درجات يضرب أندونيسيا وجزيرة بالي. تعرضت أجزاء من جزيرة جاوا الرئيسية في أندونيسيا وجزيرة بالي السياحية أمس الجمعة إلى زلزال قوي تسبب في حالة من الذعر، ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر كان مركزه على بعد 96.5 كيلو متر شمال توبان، وهي مدينة ساحلية في إقليم جاوا الشرقية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ في أندونيسيا أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية أو ما تسمى تسونامي، لكنها حذرت من توابع محتملة للزلزال، وصدرت أوامر إخلاء بعض الأماكن مما أدى إلى نزول أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع. قبل ما نبدأ الخبر الثاني يا ريت ما تنسوناش من دعمكم بعمل لايك للفيديو لو عجبكم، أو حتى ديسلايك لو الفيديو ما عجبكش، وتكتب لنا في التعليقات السلبيات اللي انت شايفها علشان نقدر نطور من نفسنا في الفيديوهات القادمة. واللي أول مرة يشوفنا يشرفنا بالاشتراك في القناة ويفعل زرار الجرس على اختيار الكل علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا وأخبارنا الجديدة. نسيب أندونيسيا ونتنقل على مصر. زلزال قوي يضرب منطقة الغردقة بمصر. سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر على بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة. وأوضح المعهد في بيان صحفي له أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 2 من صباح اليوم السبت 15 أبريل بالتوقيت المحلي لمصر، مؤكدا أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الزلزال الذي شعر به سكان الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمصر. ونسيب مصر ونطير على الولايات المتحدة الأمريكية. ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا. أصبح العلماء في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوفهم من أن يتسبب ثقب في خط صدع يبلغ طوله 600 ميل في المحيط الهادي إلى حدوث زلزال من شأنه أن يدمر المدن على طول شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية أمس الجمعة. يقول خبراء بقيادة جامعة واشنطن أن هذا الثقب قد يتسبب في حدوث زلزال بقوة 9 درجات بمقياس ريختر في شمال غرب المحيط الهادي. لفت الخبراء لأن الثقب الذي ينفذ سائل ساخن يقع على بعد 50 ميلا من ساحل ولاية أوريغون على حدود السطح المعروف باسم منطقة الاندفاع كاسكاديا، والتي تمتد من شمال كاليفورنيا إلى كندا. دي كانت كل أخبارنا اليوم، انتظرونا في أخبار جديدة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.